تعالوا معايا نبدأ الحلقة النهاردة بأهم مثلث غير كتير في حياتي. المثلث ده الحقيقة أول ما الواحد ابتدى يتعرف على المجال أصلا حاسس إن كان كل شيء مقلوب، أكن كان فيه هرم مقلوب وكان محتاج يتعدل. الهرم ده القاع بتاعه دور الضحية اللي كتير مننا بنعيشها بسبب الظروف والأحوال اللي احنا بنبقى عايشين فيها. بس المثلث ده مشكلته ان زي ما القاع بتاعه فيه الضحية، بقية الزوايا بتاعته فيها جزء الجاني او المشاكل اللي بتحصل بره، والجزء التاني دور المنقذ عرض متواصل. مشكلة المثلث ده ايه طول ما احنا عايشين فيه؟ مشكلته ان انت لو انت في وقت ضحية هتبقى مع الأسف بتلعب دور المنقذ معظم الوقت، وبرضه ده بيسبب إجهاد شديد، لأنك شعورك إنك على طول ضحية بيديك إحساس ودافع إنك عاوز تروح تنقذ الناس. فبالتالي بما إن المثلث أضلاعه فيها جزء فيه جاني، فاوعى تفتكر إنك لو أنت دايما ضحية أو بتشتغل دور المنقذ مش هتقع في الجاني كمان. لأن كتير مننا لما بيعيش فترات طويلة في ألم وأسى، وطبعا أنا ببقى معاكم يا جماعة في لقطة إن غصب عننا الحزن الكتير والشدائد اللي بتمر بينا بتوقعنا في إحباطات بتخلينا مش عارفين فعلا نخرج. بس المشكلة إن وانت في الجاني بقى ما بتبقاش شايف إن انت في ضحية تانية بتأذيها، لأن مثلث الدراما اللي احنا بنعيش فيه ونفضل نتنقل ما بين أضلاعه ده بيبقى بسبب صدماتنا اللي احنا ورثناها او صدماتنا اللي احنا عشناها او التحديات اللي بتواجهنا في الوقت الحالي. طيب انا علشان اعرف اخرج بره المثلث ده وما افضلش عايش على طول دور الضحية او اكون انا الجاني في بعض الاحوال، لان اللي بيحصل ان انا النهاردة جه زوجي زعقلي، بروح اعمل ايه؟ انا دلوقتي ضحية وزوجي الجاني، اروح ازعق في الولاد، مظبوط؟ فانا ببقى انا الجاني للاولاد. او اب حصلت مشكله في الشغل، مديره خصم له، او حصلت اي مشكله مع زمايله وراجع البيت، مديره هو الوقت الجاني وهو الضحيه، بس للاسف بيلعب دور الجاني تاني فين؟ في البيت. فاحنا طول ما احنا جوه مثلث الدراما اللي انتوا شايفينه، اللي القاع بتاعه الضحيه والجزء التاني المنقذ، وبتلاقوا دور المنقذ مشكلته ان احنا ما بناخدش بالنا عشان احنا ضحيه في مكان تاني بنلعب الدور ده برضو. وبتلاقوا صحاب لينا كتير هو مش جاي يحل لك المشكله او جاي يساعدك بصوره انت ترتاح فيها، بيبقى جاي والله ده احنا كلنا كده، ده احنا تعبانين، ده احنا كلنا، ده الظروف، ده الدنيا، ده مش عارفه كذا. فهو بيجي يساعدك وبيحاول يساعدك، وساعات بيقحم نفسه زياده بالمساعده علشان يحس ان هو خرج بره كونه هو كمان ضحيه. فاحنا لا احنا عايزين نكون ضحيه ولا نلعب دور المنقذ ولا نكون جاني، لان في الاخر كتير مننا لما بيبدا يأذي بيلاقي نفسه في الاخر ايه؟ بيتأنب ضميره، بيلوم نفسه. فالمثلث ده بكل مشاكله هو عباره عن المنطقه اللي بنفضل عايشين فيها في ألم، تأنيب ضمير، جلد ذات، وكل ده ما بيوصلناش ان احنا نعيش الحياة. لانك طول ما انت في هذا التردد السفلي اللي الحقيقة الشيطان بيبقى قاعد مبسوط بيه جدا، مش هتعرف تنتقل لمثلث القوة. مثلث القوة هو ان احنا بنعدل الهرم بتاعنا، بنطلع من دور الضحية لدور المبدع او الخلاق لواقعه، او ان احنا نبدأ بنسمع كتير كلمة اصنع واقعك. طب اصنع واقعي يعني ايه؟ بصنع واقعي يعني ببدأ اشوف الجاني او المشكله اللي بتجني عليا او بتسبب لي الالم او الضيق تحدي. لما ببدا اشوفها كتحدي ببدا ادور ليها على حلول حقيقيه. ومعلش مفيش حاجه في الدنيا ممكن تصيب اي انسان الا لما هيكون ليها حل. زي ما قلنا ان الداء جوانا والدواء جوانا، المشكله احنا اللي بنجذب خيوطها الخارجيه بسبب صدماتنا وتروماتنا والكلام ده. ان شاء الله هنبقى نفرد له حلقات تاني كمان اكتر من كده، زي ما احنا هنقدر نجذب لينا الحلول، فنبقى خرجنا بره دور الضحيه لدور المبدع. المشكله اللي عندنا بقت تحدي، فاضل
المنقذ يتحول يبقى داعم. لما يتحول يبقى داعم يعني ايه؟ داعم يعني بيبدأ يجد له حلول، مش نقعد نولول مع بعضينا، ولا ان هو يبقى انا بقى ممكن الانسان ساعات على فكره مش مستعد دلوقتي في اللحظه دي انه يخرج من المشكله. ففي فرق يا جماعه ما بين اني الاقي حد غرقان، هو في حفره دلوقتي، لو هو عاوز يقعد شويه في الحفره خلاص براحته، ده قراره، لكن انا دوري مش ان انا انزل اقعد معاه في الحفره، ان في كتير بيبقوا عاوزين يعملوا ده. انا دوري ان انا امد الحبل وابدا اخد بايده واطلعه. طب لو مش عاوز ومش قادر دلوقتي، ممكن نسيبه شويه، لان كل ما بنقع في مشاكلنا ونتعمق فيها ساعات بصوره اكبر، كل ما بتبقى الحلول بمنتهى القوه كمان. فمش عاوزاكم تحبطوا ولا تيأسوا لو المده بتاعه المشكله زادت او التحدي زاد، لان عشان اوصل لمرحله المبدع او اللي بيبدا يصنع واقعه او اللي بيبدا يظن في الله خيرا فيجد الخير بيجيله بالرغم من كل الاحداث اللي بتحصل حوالينا، دي محتاجه تدريب ومحتاجه وقت. علشان كده انا حابه ان انا انقل لكم عن تجربتي قبل ضيفتنا النهارده كمان، ان انا كنت في المثلث اللي تحت ده وكنت عايشاه وكنت حاسه ان مفيش حلول خلاص، بس الحمد لله لقيت ان الدنيا ابتدت تقوم معايا. ولما خدت القرار الحقيقي اني هطلع من الحفره، لقيت كل حاجه بتجذب حواليا الامور اللي تقدر تساعدني.